اهلا بيكم في الرابط. تخيل انك تطلب عربية من ابلكيشن عشان تحس بالامان، وفجأة تلاقي نفسك في مواجهة سواق شارب او متحرش او حتى مجرم ممكن يهدد حياتك. والاغرب ان المتهم مش تاكسي عشوائي، ده اوبر وكريم، الشركات اللي بدأت بشعار الامان اولا. كل يومين ثلاثة نسمع عن سواق تبع شركات عربيات الاجرة اللي بالابلكيشن شارب مخدرات او معتدي على بنت او دخل خناقة على كام دقيقة تأخير او مكان النزول، ده حتى السياح ما سلموش منهم. وده خلى شركات النقل الذكي اللي زي اوبر وكريم وغيرهم بقت تحت الميكروسكوب حرفيا. كانت في الاول الام تطمن على بنتها وهي رايحه الدرس تقول لها اركبي اوبر او غيرها من الابلكيشن، لكن دلوقتي بعد قضيه موت حبيبه الشماع اللي نطت من اوبر وهو ماشي، والسواقين اللي بيتمسكوا تحت تاثير المخدرات وغيرها من الحوادث، الوضع اختلف تماما. طب هو ايه اللي وصل شركات بالنجاح اللي حققته انها تبقى مرعبه كده؟ ليه الامان بقى غايب رغم كل الفحوصات والاجراءات اللي بيتقال انها بتحصل؟ ازاي نقدر نضمن حق الراكب في الامان وحق السواق الغلبان اللي بينحت عشان يعيش؟ وايه اللي مزعل التاكسي الابيض اللي واقف بيتفرج وممكن يكون شمتان كمان؟ واخيرا، هل ممكن فعلا الدعاوى القضائيه تتسبب في ان يتلغي اوبر وكريم وغيرهم؟ انا محمود طولان، وتعالى نشوف الرابط بين الحوادث دي وبين رقابه الدوله وتنظيم شركات النقل الذكي. في 2019 الرئيس السيسي كان بيشكر في نجاح تجربة أوبر، وفعلا الشركة دي لما بدأت في 2014 ومن بعدها غيرها شركات النقل اللي ظهرت كتير جدا كانت حاجة جديدة علينا، والناس شافتها بديل عن استغلال التاكسي الأبيض. ولا تفضل بالنص ساعة واقف في الشارع تتحايل على السواق عشان يوصلك لنقطة معينة، ولا تفضل توجع قلبك في فصال، ده غير العداد اللي على طول مش شغال ده لو موجود أساسا، وحالة التاكسي اللي لا يسر عدو ولا حبيب. عشان كده الناس جريت على الشركات دي أول ما ظهرت. حتى سمعنا من شركة أوبر إنها ساهمت بحوالي 7.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري في 2023. لكن الصورة الوردية دي ما فضلتش على حالها. أكيد سمعت عن السائحة الروسية اللي ركبت عربية ابلكيشن في البساتين، فجأة السواق قفل الأبواب ورفض ينزلها غير لما تدفع فلوس زيادة، وحرك العربية كمان وهي بتحاول تهرب. بعدها بأيام بنت مع والدتها في القاهرة الجديدة اعترضت إن السواق غير الطريق، وبعد شد وجذب اعتدى عليها بالضرب قدام والدتها، والشرطة جت قبضت عليه. ورجع معايا لشهر يناير في شرم الشيخ سائحة صينية برضو أول مرة تزور مصر، تكتشف إن السواق بيستغل الترجمة بجوجل عشان يقول لها كلام خادش للحياء، ولما بدأ يتحرش بيها فتحت الكاميرا وصورته، وطبعا اتقبض عليه في ساعتها. يعني للأسف تصرفات خلت الناس شايلة من الشركات دي، وخلينا نقول إنها تصرفات فردية بالأساس، لكن فين الشركة من كل ده؟ وبرضه إيه السر اللي بيخلي سواق جاي يشتغل في شركة محترمة ويكسب من عرق جبينه يطلع منه التصرفات دي؟ في تحقيقات صحفية اتكلمت مع خبراء للأمن عن سبب حوادث شركات النقل الذكي وإزاي بتختار الشركات السواقين بتوعها. قالوا إن السر في إن الشركات دي بتعتمد على مكاتب وسيطة، المكاتب دي مش بتدقق ولا بتختار صح مين اللي يشتغل معاها، ده بالعكس كل همها تجيب أكبر عدد ممكن من السواقين بالعمولة حتى لو في منهم عندهم سوابق. وحسب التقارير دي، فاللي زود الطين بلة إن بدل ما يكون النقل الذكي شغل إضافي واللي بيشتغله حاسس بقيمة الشغلانة وماسك فيها بإيده وأسنانه، لا دي بقت وظيفة أساسية لناس كتير، منهم سواقين تاكسي أبيض دخلوا يشتغلوا بالتاكسي بتاعهم من غير ما يهتموا بأسلوب التعامل أو حتى التدريب. فقالوا إن النتيجة سواق بيعتبر نفسه فوق العميل مش في خدمته، واي خلاف بسيط ممكن يتحول لخناقه. بس مفيش مستحيل. اراء الخبراء اتلخصت في ان الحل ببساطه ان شركات النقل الذكي لازم تعمل ورش ودورات تدريبيه الزاميه لكل السواقين، ويعرفوا اللي ليهم واللي عليهم والاجراءات القضائيه اللي هتتاخد ضدهم لو تجاوزوا، وكمان العقوبات القانونيه اللي ممكن توصل للحبس وسحب الرخصه. ومن بعد حادثه حبيبه الشماع اللي توفت الله يرحمها بعد ما نطت من عربيه تبع شركه ابلكيشن، الشركات اعلنت كل واحده فيهم عن شويه اجراءات جديده للامان، من ضمنها ميزه تسجيل الصوت اثناء الرحله، وده تسجيل مشفر بيتخزن جوه الابلكيشن نفسه بحيث لو حصلت مشكله يتفتح الملف ويتحققوا منه، وكمان اختيار زر الطوارئ اللي بيربط الراكب او السواق مباشره بالشرطه، وفي نفس اللحظه يطلع اشعار لفريق عمل الشركه، ده غير ان في اختيارات تانية للسلامه اثناء الرحله. وعشان نكون منصفين فالزباين مش ملايكه، في اللي بيركب وبيغير رايه 100 مره في مكان النزول غير اللي حطه على الابلكيشن، وفي اللي بيتعامل باسلوب فيه استعلاء شديد على الكباتن، رغم ان في منهم قصص لناس مهندسين ودكاتره ومدرسين شغالين على العربيات دي عشان لقمه العيش. هنا بقى مين واقف بيتفرج؟ الحقيقه ان في ناس قالت ان المصايب اللي نازله على دماغ شركات النقل الذكي
دي شمتان فيها سواقين التاكسي الابيض. طب ومالهم سواقين التاكسي الابيض؟ ما هم برضو اهلنا وناسنا، وناس بقالها سنين واقفه في الشارع بالنهار والليل عشان لقمه العيش. بس الحقيقه سواقين التاكسي الابيض كانوا اول ناس اتضايقت من دخول عربيات الابليكيشن، وفي تقارير وصفت اللي ما بينهم انها معركه تكسير عظام، لانهم شافوا ان السواق اللي شغال على اوبر او كريم او ان درايف او غيرها بيركب عربيته الملاكي اللي مش صارف عليها ترخيص وورق قد اللي بيصرفوا الاجره، وعدده كمان اعلى، وفي الاخر الزباين سابوا التاكسي الابيض ومشوا ورا الابليكيشن. ولكن السبب ان الناس تعبت من مشاكل التاكسي الابيض وحجج العداد مش شغال ولفات على الفاضي في مغاره علي بابا لحد ما نوصل، ده غير حاله العربيه التعبانه. ففجاه الناس لقت بديل انضف واريح وبتحاسب على الابليكيشن والدنيا جميله. لكن اكيد في نماذج من الناحيتين، ناس طيبين وبيراعوا ربنا، وفي اللي قال لك طبيعي جدا ان سواق التاكسي يحس انه اتظلم مره من الزبون اللي سابه ودخله ساعتها قل، ومره من الحكومه اللي كان عليها الدور تظبط الكفه. طب بمناسبه الحكومه، هي فين من كل ده؟ وايه حكايه قانون اوبر وكريم؟ من بعد حادثه حبيبه الشماع اتقدمت دعاوي قدام المحاكم عشان تتسحب تراخيص اوبر وكريم من الاساس، واتهموهم انهم خالفوا شروط التشغيل ومقصرين في فحص السواقين، والموضوع ما خلصش لحد دلوقتي. لكن في قانون فعلا اللي هو رقم 87 لسنه 2018 بينظم عمل الشركات دي، ورئيس الوزراء في 2019 اعلن عن ضوابط للشركات والسواقين، وكان من ضمن الضوابط كارت تشغيل وفحص المخدرات والكحوليات كل شهر، وطبعا الفحص الدوري للعربيه. البرلمان من ناحيته بعد الازمات الكتير اللي حصلت كان استدعى المدير التنفيذي للشركه في مصر وشمال افريقيا، وطلب انهم يعملوا تعديلات للسلامه في الابليكيشن نفسه، ودي اللي اتنفذت فعلا واتكلمنا عنها. طب هنا الحكومه هتراضي مين ولا مين؟ الحقيقه ان الحكومه في موقف لا تحسد عليه، وزي ما بيقولوا هي هنا بتمشي على حبل مشدود. من ناحيه عايزه تحافظ على استثمار بيوفر مليارات، ودي شركات عالميه برضه، ومن ناحيه تانية عايزه تحمي مواطنين اعتمدوا لسنين على الوسيله دي، وخد بالك هي باصه للعجله اللي بتشغل السواقين برضه. لكن هل النسبه المحدوده من فحوص المخدرات كافيه؟ هل المتابعه الدوريه للسواقين والسيارات متطبقه بقوه؟ الحقيقه ان الخبراء والبرلمانيين في منهم اللي بيقولوا ان لسه في فجوه بين القوانين المكتوبه والواقع، وان معايير السلامه عايزه تزيد اكتر حتى لو وصلت لتركيب كاميرات جوه العربيات، ومحتاجين نشد حيلنا شويه خصوصا في مساله الوكلاء اللي اتكلمنا عنها. وفي بقى من البرلمانيين جابها من الاخر وقال لو جهاز النقل عمل ابلكيشن للتاكسي الابيض ما كناش احتاجنا شركات من دي. لكن ما نقدرش ننكر فعلا الجهود الرهيبه اللي بتقوم بيها وزاره الداخليه. منين ما نسمع عن الحادثه او يتنشر فيديو زي بتوع السياح كده نلاقي السواق على طول اتاخد. طب بالنسبه للالغاء، هل هيتلغي اوبر وكريم وغيرها من الشركات؟ الاكيد ان الحكومه لازم تعمل اللي عليها عشان تحافظ على الاستثمار وتحمي الركاب، وكمان تحمي حق السواق اللي بينزل يشتغل بعرق جبينه. المعادله دي ممكن تتحقق بس بشرط، لازم الشركات تلتزم بالمعايير اللي اتفرضت عليها من الحكومه، وكمان تزود في التدقيق والفحوص، ولازم الدوله تبقى متابعه بشكل مستمر مش لحظه ازمه وبس، وساعتها الراكب يلاقي الامان والسواق هياخد حقه والاستثمار هيكمل. لان الحقيقه اللي محدش يقدر ينكرها، النقل الذكي هو مش رفاهيه، مين فينا ما بيعتمدش عليه دلوقتي من الكبير للصغير، وهو فعلا بقى جزء اساسي من الاقتصاد المصري. شركات ضخت مليارات وشغلت مئات الالاف من السواقين في 14 مدينه مصريه حسب تقاريرهم. يعني المنظومه دي مش بس وسيله مواصلات، هي بقت مصدر رزق مباشر لالاف الاسر، وكمان دخل اضافي لعدد ضخم من الشباب بيكون نفسه. ده غير انها عامل جذب للاستثمار الاجنبي في السوق المصري، واكيد مش من مصلحه اي حد نطفش المستثمرين. لكن اللي بقى واضح من نبره الناس وبعض المنصات والمواقع في الكلام عن شركات النقل الذكي ان بقى في غضب واضح جدا من الناس. عندهم حق يزعلوا على الحوادث اللي بتحصل، بس ما تنساش ان في ناس كويسه وماشيه بما يرضي الله. واكيد الافضل اننا نحل مش نشيل الجمل بما حمل زي ما في ناس عايزه وبتطالب بده قدام المحاكم. في النهايه، هل انت مع الفريق اللي بيقول نلغي الشركات دي ونفضها سيره، ولا مع اللي بيقول نقعد ونحل بالهداوه؟ قول لنا رايك في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناه دلوقتي وتفعل التنبيه، وكالعاده شير الرابط.